الدنيا مزنقه، الاسعار نار اليومين دول، عايزه تعملي حاجه باقل تكلفه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. النهارده الحلقه بتاعتنا سهله وبسيطه جدا، عن ازاي نعمل حاجه سواريه باقل تكلفه وما تكلفش معايا كتير. هنحتاج متر قماش شيفون اسود، والاباليك دي بتتباع عند بتاع الخردوات. هتجيبي حاجه على ذوقك، اللون اللي تحبيه واللون اللي تفضليه، والشيفون برضو لونك المفضل ولونك اللي تحبيه. هتحتاجي متر قماش. لو معكيش تجيبي المتر قماش برضو نعملها ببلاش، هنجيب طرحتين اتنين من عندنا من الدولاب، وتيجي تعالي اقول لك هتعملي فيهم ايه. هجيب الطرحتين بتوعي، احط الوش للوش كده من عند الاتجاه اللي فوق ده. المسافه ديت انا عايزاها قد كتفي مره ونص، وبراحتك انت لو عايزاها اقل من كده برضو، ده حسب اريحيتك انت. هحط الوش للوش كده اهوت، وامسك الطرفين الاتنين هتنيهم على بعض، هتنيهم كده واخلي الاتجاه بتاع الطول دوت اهوت كده. الموضوع سهل وبسيط، وهيوفر معاكي كتير في خروجه، في فرح، في سهره. لازم تكوني اشك واحده. بعد ما طبقت القماش كده على 4، هاجي من هنا كده من عند الخط اللي هو 60 سم او اللي هو نص الكتف بتاعك اللي انت قستيه دوت، هتيجي تنزلي من هنا كده 7 سم، اعمل علامه وادخل من هنا كده 10 سم. ده كده انا هعمل فتحه عشان ايه؟ للرقبه. تمام. واحردهم الاربعه مع بعض، يبقى انا كده عملت ايه؟ عمق الرقبه. عمق الرقبه دوت انت هتركبي له بقى بيه، او تسجفيه بيه، او تتنيه ايه سنتي في سنتي كده، يبقى هيديني كده الكيرف ده. هاجي اقفل الكتف من هنا واقفل الكتف من هنا. هاخد الكتف الاولاني ده وانت بتقفليه اديله سن الكشكشه، يعني سرجيه الاول اكنك بتكشكشي، وبعدين ايه قومي جايه شاده الخيط بتاعك ومكنيه على كده. الموضوع سهل وبسيط. استفادي من طرحك القديمه، حاجتك اللي في الدولاب، تعملي فستان سواريه. مش هيكلفك لو متر قماش، مش هيكلفك 50 جنيه. لو طرحتين في الدولاب يبقى ما كلفكيش حاجه خالص. الموضوع سهل وبسيط كده. انا هقفل الجزء الثاني، الكتف الثاني اهو. وطبعا انا قلت هقفل ديت، هتعمليها بالاوفر وتنضفيها وتتنيها برضو. نفس اللي عملته في الكتف الاولاني هو اللي هعمله في الكتف الثاني. ما تقفليش خط الخياطه بتاعك، اعمليه فيه نسبه كشكشه كده اهو، وهوي كده على خفيف، وبعدين اقفل على كده. كده انا استفدت من حاجه عندي مركونه، وعملت منها حاجه مفيده وكويسه. كده انا خلصت اهوت الايه، الكتفين من فوق، وادي عمق الايه الرقبه. افتحي بقى القماش بتاعك اهو. هتقومي بقى ايه، ده طبعا احنا اتفقنا ان احنا ايه هنبرمه او ننضفه على الاوفر ونعمله. هجيب بقى ونصصيه على الكتف بالطريقه اللي انا هعملها دي كده. ثبتها لك اهو. عندك طرحتين استفدتي بيهم وبرده ما ركنتهمش وعملتي حاجه ببلاش، ورحتي المشوار بتاعك او فرحك شيك ومبسوطه، عملتي في الدرس بتاعك وفستانك حاجه كده ببلاش. كده عملت الايه، الاباليكه بتاعتي. هاجي اشوف طول الوسط بتاعي اهوت كده، هشوف طول الوسط بتاعي قد ايه، واعمل علامه هنا كده. هعمل علامه هنا، هاجي عند العلامه دي هعلم كده، واجي برضو بالخيط والابره كده، واجي اقوم ماسكه العلام اللي انا علمته ده، علمي عليه بالمسطره بتاعتك عشان الخط بتاعك يمشي مظبوط وانت شغاله. هاجي عند الخط اللي انا علمته دوت، واجيب الخيط والابره وابتدي ان انا اسرجه كده، واديله برضو نسبه كشكشه زي ما عملت في الكتف بالظبط. الكشكشه دي هتبقى على ايه، نص دوران الوسط كده. انا ضيقت اهوت وعملت الكشكشه كده. انا استخدمت الايه كده، قفلت الكشكشه. وهتعملي برضو الظهر نفس ما انا عملت الايه الصدر كده. لو حابه تعمليها باستك ممكن تعمليها. هجيب جالون اسود واجي اثبته هنا على الوسط كده، واجي اخد دوران الوسط قد وسطي مرتين اتنين، واعمل الحزامين الاتنين دول 8 سم، هخيطها واقوم جايه قلبها زي ما انا قلبتها كده، واجي عند الجالون هنا كده همسكها فيه من الطرفين الاتنين، عشان الجالون ده هيبقى قدام بس على الوسط اهو. ده بقيه الحزام بتاعي، عشان ما ينفعش ان الجالون يلف على الوسط كله. وبراحتك برضو لو حابه تمشيه كده مفيش مشكله. هثبته برضو عشان انت تشوفي شكله عامل ازاي. ما تكلفتيش كتير اهو، وهنوريه لكم ازاي دلوقتي في اللبس بيبقى شكله عامل ايه.
ودي طريقته معانا في اللبس. ممكن تلبسيه بقى على لون مخالف، الاحمر مع الاسود، اي ماتشنج في الالوان. ممكن تلبسيه على بيزك اسود، اريح بادي وبنطلون برضو، دي اريحيه اللبس بتاعتك انت. وكده يبقى عملنا فستان سهرة بأقل التكلفة. كلفني حوالي 75 جنيه، متر قماش شيفون ب50 والأبليكة ب25. لو حاجة صعبة عليك اكتبوا لنا في الكومنتات وإن شاء الله ننفذها مع بعض. أتمنى من الله تكون المعلومة وصلتك سهلة وبسيطة وتقدري تنفذيها، واللي تعمل حاجة تنزلها لنا في الكومنت وإن شاء الله نشوف مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.